بص يا عاطف، انت شاب طيب وابن حلال وعندك طموح، وانا عايز اساعدك. ده عشمي في حضرتك برضه، وان شاء الله مش هتشوف مني الا كل حاجه خير. طب استنى بس لما تسمع بقية كلامي. حاضر يا كابتن، معلش انا اسف. زمان، مش زمان قوي يعني، وانا في القوات المسلحه كان القائد بتاعي راجل من الرجاله النادرين، كان حازم جدا، كان فخور انه راجل عسكري، كان عالم من علماء العلوم العسكريه. الله يرحمه بقى طالما كان. ايه الله يرحمه ايه؟ لسه عايش، الله يديله طول العمر، بس عايش كفيف. اصابه في حرب اكتوبر اللي هو كان بطل من ابطالها الكبار، في عمليه من العمليات انفجرت قنبله في جدار، وقع على دماغه، عملت له نزيف داخلي، وكان اللي كان. اتفضل. ربنا يشفيه. سياده اللواء رشدي حافظ مش اي حد بالنسبه لي، بس هو معظم الوقت قاعد في البيت، نادرا ما بيخرج. انا عايزك معاه. معاه اعمل ايه بالظبط؟ انا عايز ابقى مع سيادتك. يا ابني ما انت هتبقى معايا، مش هنبعد عن بعض. انا بس عايزك كل يوم الصبح تروح له البيت ومعاك الجرايد، تقراها له وتتكلم معاه، تدردش يعني. صعبه دي؟ لا مش صعبه يا كابتن. وكمان فيها فايده ليك. قرايه الجرايد فيها نوع من الثقافه. انت مش قلت لي انك طالب اداب؟ ها، قلت ايه؟ حضرتك عارف يا كابتن ان ما اقدرش ارفض لحضرتك طلب. عارف يا عاطف، لولا ان انا بثق فيك ومرتاح لك لا يمكن كنت اكلفك بالمهمه دي. وانا يا سيدي اللي هحدد لك المرتب بتاعك، واطمن، سياده اللواء راجل كريم جدا جدا. صباح الخير يا بابا. سبحان الله، هو في كوره بدري كده؟ لا مفيش. امال ايه؟ رايح الكليه ياك؟ ولا دي. امال اللي رايح فين يعني؟ شغلانه. شغلانه؟ ودي شغلانه ايه دي اللي جت على غفله؟ في اي حكومه ولا في انهي شركه؟ لا حكومه ولا شركه. لازم طابونه بقى. بابا انت ليه محسسني ان انا عيل صغير؟ يعني لازم تقول لي روح وتعالى. لا ده انت كبرت ما شاء الله وبقيت حاجه، بس ما كبرتش لدرجه انك تخبي عن ابوك شغلانه انت مسكتها. على الاقل قول علشان نفرح لك. هشتغل في بيت محترم عند راجل محترم. بيت محترم وراجل محترم؟ مرمطون يعني؟ يوه، مش كده على الصبح الناس بتقول يا فتاح يا عليم. وهو شغل البيوت هيكون ايه غير كده؟ هشتغل سكرتير خاص. تعرف يعني ايه سكرتير خاص؟ لا والله ما اعرفش. ما عشان كده ما كنتش عايز اقول لك. ماشي، لكن هتسد ازاي على 3 حتت؟ لا يا ربي، دول حتى 4. السكرتير الخاص والكلية والكورة والعربية اللي بتأكلنا عيش. لا العربيه اللي بتوكلنا عيش دي انا ما بقتش تنفعني، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، ومستنيك تقول لي لقيت حد مكانك. سلام عليكم.